تعالوا يلا بينا نبدأ نخطط مع بعض شهر 6. شهر 6 بالنسبة لي شهر مهم جدا، علشان ده بحس انه الفيصل بتاع السنة، اللي هو بيبقى 6 شهور عدت او هتعدي وهنبدأ 6 شهور تانيين. اول حاجة بنعملها ان احنا بنبدأ نقيم الشهر اللي فات عملنا ايه، وايه العادات اللي احنا ما قدرناش نعملها، وايه الاهداف اللي احنا معرفناش نحققها فهناخدها معانا في الشهر ده. تاني حاجة بقى هنبدأ نعمل عصف ذهني. العصف الذهني ده انه هنطلع كل الحاجات وكل الافكار اللي عايزين نعملها، وده شكل الدفتر اللي انا عملته على الشهر. فده كان الغلاف، والجزء ده كان المود. ده هيساعدني ان انا اكون كل يوم بحدد انا مودي تمام، انا في حاجة مضايقاني يومي. هيحاول ان انا اكون بقيم مشاعري طول السنة، وانا كاتباه من يوم 7 علشان انا بدأت عملت الدفتر ده يوم 7. تاني حاجة بقى وهي الأهداف. أنا ما حبيتش أحط أهداف كتيرة جدا، حبيت أن أكون بحط 3 أهداف بس في الشهر ده علشان أكون بركز عليهم أكتر، ودي كل هدف هاخده واكون بحدده اكتر علشان اقدر اوصل للهدف اللي انا عايزاه. ما سيبش الهدف كده مفتوح او بشكل عشوائي، لكن في المربع الاصفر ده اكون بحدده بوقت واربطه بزمن معين. العادات اللي انا حابة اتعلمها زي مثلا الكتابة والرياضة، اكل صحي، الحاجات اللي انا عايزة اتعلمها. وطبعا مش هحط كل العادات دي، انا هحط 1 أو 2 بس. والصفحة دي اهم صفحة واجمل صفحة، وهي الامتنان بيفرق جدا، بيساعدنا ان احنا نركز على الحاجات الايجابية اللي بتبقى موجودة في اليوم، التفاصيل الصغيرة اللي مش بناخد بالنا منها. دي بتساعدنا ان احنا في نهاية اليوم ان اكون بركز على التفاصيل المهمة. واخر حاجة معانا وهي الاحداث، ان انا اكون بكتب في الصفحة دي الاحداث المهمة اللي هتحصل في السنة دي، ان انا مثلا عندي مشوار مهم، ان انا عندي حاجة مهمة هعملها في الشهر ده. وده كان كل التخطيط بتاعنا، من الاهداف، من عادات، من الامتنان، من كمان المود، ان انا اخد بالي من مشاعري، الحاجات اللي نفسي اتعلمها، وما تكونش حاجات كتيرة قوي علشان تقدر تحقق وتوصل كل الاهداف دي. فاستنوني في بارت 2، واللي هيبقى التخطيط الاسبوعي وازاي باخد جزء واقسمه على الاسبوع. وبعد كده هنعمل التخطيط اليومي علشان نقدر نكون بنلم كل الأهداف وكل العادات وكل الأحداث المهمة اللي في الشهر. وبس كده، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، واستنوني في بارت 2.